طيب اهلا وسهلا بيكم في قناه كلاود كود. في نقطه مهمه عايز بس اوضحها قبل ما نبدا السيشن النهارده، ان كل التسعه سيشنز اللي فاتوا مهمين لاي حد عايز يشتغل في مجال اي تي. من اول السيشن دي لو حضرتك عايز تتخصص نتورك، السيشن دي بالنسبه لك هتبقى اول سيشن فعلا هتفهمك يعني ايه راوتنج، يعني ايه راوتنج تيبل، وازاي ان انت تقدر تبني الراوتنج تيبل بطريقه ستاتيك. طيب النهارده هنشرح حاجه اسمها الستاتيك راوتنج. الستاتيك راوتنج ده آه، وظيفته ايه او بنستخدمه في ايه؟ ان احنا نبني الراوتنج تيبل بتاع الراوتر بطريقه مانيوال. لو تفتكر احنا قلنا الراوتنج تيبل وظيفته ايه، ان هو يقول للراوتر لو عايز توصل لشبكه مش عندك، مش واصله، انت مش واصل بيها، اطلع على الانترفيس الفلانيه او وصل لها من البورت الفلانيه. تمام. فامتى بنقدر نستخدم الستاتيك راوتنج دوت؟ بنستخدمه لو الشبكه عندنا سيمبل، فيها يعني ايه سيمبل؟ يعني فيها عدد قليل قوي من الشبكات. يعني حضرتك مثلا زي ما انت شايف كده، الدايجرام اللي عندنا دوت، عندنا راوتر اتنين، راوتر واحد انا اسف، هنا عندنا راوتر اتنين هنا. الراوتر ده عنده تو انترفيسز، ايثرنت 0 وايثرنت 1. الانترفيس اللي هي على الشمال ايثرنت 0 دي واصل عليها شبكه 10.0.0/24. الانترفيس اللي الناحيه دي اللي هي ايثرنت 1 دي وظيفتها ان هي توصله بالراوتر 2. ولو انت خدت بالك هتلاقي ان السبنت بتاعت الشبكه ديت هي سلاش 30. ليه؟ لان هي سلاش 30 دي بتدينا 2 اي بي، زي بتدينا 4 طبعا نتورك ادرس وبرودكاست، بس 2 اي بيز تقدر تستخدمهم. ففي الحاله بتاعتنا اللي هي 4 وحيد هنا، وهنا 3 وحيد 2، الانترفيس دي هتاخد 4 وحيد، والانترفيس اللي هي على الراوتر 2 هنا هتاخد 3 وحيد 2. فالراوتر ده كده بالمنظر ده، لو جينا نبص على الراوتنج تيبل بتاعه، ماشي، هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان هو عنده شبكتين واصلين بيه، والشبكه اللي هي بتبقى واصله بالراوتر دايركتلي، ماشي، بتبقى في الراوتنج تيبل بيبقى بيترمز لها بحرف السي. سي دي يعني كونكتد، كونكتد يعني واصله بيك دايركتلي. طيب فانت هتلاقي مثلا ان هنا في الراوتنج تيبل، لو بصيت على الراوتنج تيبل بتاع راوتر واحد هتلاقي ان شبكه 10.0.0/24 واصله بيه دايركتلي من خلال انترفيس 0، وشبكه 1111/30 واصله برضو بيك دايركتلي من خلال اي واحد. تمام كده، دول الشبكتين اللي هم واصلين دايركتلي بيه، واللي هو يعرف يوصل لهم. يعني لو في اي حاجه عايزه تروح لواحد واحد واحد اتنين، او عايزه تروح ل10 وصلت له، هيعرف ان هو يفورورد الترافيك ده، علشان هو عنده التو انتريز دول في الراوتنج تيبل كونكتد. لكن مثلا شبكه 20.0.0/24 اللي هي واصله على الراوتر 2، هو ما يعرفش عنها حاجه. فمن هنا جت فكره الستاتيك راوتنج، او الراوتنج عامه، ان انت محتاج بقى تعلم الراوتر ده ان ازاي يوصل لشبكات تانية. طب في الحالة بتاعتنا دي لو هي شبكة واحدة زي ما قلنا كده، عدد الشبكات قليل، ليه اعمل دايناميك راوتنج تيبل او ابني دايناميك راوتنج بروتوكول عشان احنا نقدر نعمل نكستشينج الراوتنج ما بين الراوترين دول؟ وهنعرف اكتر يعني ايه دايناميك راوتنج في السيشنز اللي جايه. فيعني بما ان الشبكه بسيطه جدا، احنا ممكن نعمل حاجه بسيطه جدا. ممكن نيجي على الراوتر ده نقول له يا راوتر واحد، حضرتك عشان توصل لشبكه 20.0.0/24 تقدر ان انت توصل لها من خلال انترفيس الايثرنت واحد، او من خلال ان انت تقدر تبعت على النكست هوب اللي هي 1111/2 بمنتهى البساطة. فأنت هتيجي تقول للراوتر كده ببروتوكول الاستاتيك 20.0.0/24 دي تطلع لها من ايثرنت واحد، والنكست هوب بتاعها 1112. ده معناه ايه؟ ان مثلا لو عندك لابتوب هنا في الشبكة اللي هي 10.0.0/24، وليكن مثلا الاي بي بتاعه 10.0.0/5، عايز يوصل لسيرفر في الشبكة اللي هي هناك 20.0.0/24، وليكن مثلا السيرفر ده .5 20.0.0.5، الراجل ده هيبعت ترافيك بالسورس اي بي دوت، ماشي، والديستنيشن اي بي 20.0.0/5. انا يهمني الديستنيشن اي بي. الترافيك هيجي على الراوتر هنا بديستنيشن اي بي 20.0.0/5. الراوتر ده هيعمل ايه؟ هيروح نازل باصص في الراوتنج تيبل، يا جماعة هو أنا 20.0.0/5 دي بتماتش عندي في أنهي سبنت؟ هتماتش عنده في السطر ده اللي هو 20.0.0/24. هيعرف ده أنا المفروض إن أنا أطلعها من خلال E0، هروح باعتها، أو سوري E1، هيروح باعتها هنا على E1 على النكست سواب اللي هي 1111/2. الراوتر ده هيستقبلها. الراوتر ده المفروض إن هو عنده راوتنج تيبل برضو، الراوتنج تيبل بتاعه
هيبقى زي الراوتر ده بالظبط، هيبقى عنده اتنين كونكتد انترفيس سي مثلا 20 0 0 0/24 دي على اي 0. فهيعمل ايه؟ هتجيله الباكت اللي هي اللي رايحه على الديستنيشن 20.0.0.5، هيبص على الراوتنج تيبل هيلاقي انا عندي كونكتد 20.0.0/24 من اي 0، فاذا هطلعها على الانترفيس ديت، وهتقدر ان هي توصل بعد كده للسيرفر. طيب ازاي نقدر نعمل الكونفيجريشن دي؟ بمنتهى البساطه بتيجي على الراوتر، وهشرح لكم في السيشن الجايه يعني ايه الكونفيج مود دوت، بس يعني باختصار بتيجي على الراوتر اللي هو راوتر واحد ده، بتقول له اي بي روت. انا كاتب هنا راوتر ممكن بالغلط معلش، المفروض ان هي اي بي روت، وتكتب اسم الشبكه والسبنت ماسك بتاعها. فاحنا هنا دي هتبقى 20 0 0 0/24، وتقول من exit انترفيس طلعها من انترفيس اي واحد. في طريقة تانية، ده كده الطريقة الأولى. في طريقة تانية ممكن تعمل بيها الموضوع ده، نفس الكوماند بالظبط، اي بي روت 20 0 0 0 255 255 255 دوت صفر، وتحط النكست توب اللي هي 112 اللي هي كانت ديت. طيب تعالى نعرف يعني ايه الديفولت روت. الديفولت روت باختصار ان انت مثلا ممكن يكون عندك الراوتر بتاعك بتاع الاوفيس في المكتب عندك، ماشي، هتوصله مثلا براوتر تاني، وليكن مثلا خلينا نقول ان الراوتر ده بتاع تي داتا. تي داتا مثلا انت كلمت تي داتا او وي، قلت لهم يا جماعه انا عايز اخد كونكتيفيتي للانترنت، فيقولوا لك ايه تمام، وصل الراوتر بتاعك على الراوتر بتاعنا اللي في العباسيه مثلا، وليكن الراوتر ده اسمه راوتر 2، ماشي، خد الاي بي دوت، وانا عندنا احنا الاي بي دوت، كده انت بنيت كونكتيفيتي ما بين الراوتر بتاعك والراوتر اللي في العباسيه. طيب هل منطقي ان انت عشان توصل للانترنت او توصل لل 300 الف روت اللي موجودين على الانترنت، الانترنت عنده روتس مهوله لا تنتهي، هتقعد تكتب زي السلايد اللي فاتت كل انتري بطريقه ستاتيك؟ يعني تقول مثلا الفيسبوك هوصل له من خلال راوتر 2، جوجل هوصل له من خلال راوتر 2، النكست هوب بتاعي راوتر 2، السبنت بتاعت اكس هتبقى برضو من راوتر 2، مش هنخلص. ففي طريقه سهله جدا اسمها الديفولت روت. ايه الديفولت روت ده؟ ان انت بتقول للراوتر ده حضرتك اي حاجه انت مش موجود لها انتري عندك في الراوتنج تيبل، تمام، ابعتها على النكست هوب ديت او على الانترفيس ديت. فده كده باختصار معنى كلمة الديفولت روت، وهوضحها لكم في الاكزامبل ده بشكل احسن. بس باختصار معناها ايه؟ لما الراوتر بيجي له ديستنيشن اي بي زي ما شفنا في السلايد اللي فاتت، وما لقاش اي ماتش عنده في الراوتنج تيبل، بيعمل ايه؟ هيبعت الترافيك ده على الديفولت روت. طيب الديفولت روت بيبقى شكله عامل ازاي في الراوتنج تيبل؟ بيبقى شكله بالمنظر ده، اس استريكس، ماشي، لو انت هتعمله بشكل ستاتيكلي يعني بيبقى اس وعلامة يعني زي ستار كده، ماشي، وبعد كده 4 اصفار سلاش صفر، ده معناه الديفولت روت، ده شكل الديفولت روت في الراوتنج تيبل. وبعد كده بتقول هتخرج من الانترفيس اللي هي اي واحد، ماشي، او من خلال نكست هوب 1.1.1.2 في الاكزامبل بتاعنا، اللي هو الراوتر ده هيبقى نكست هوب للديفولت روت، هيبقى الاي بي بتاع الراوتر 2. طيب ككونفيجريشن وايز بتعمل الكلام ده ازاي؟ بتخش على الراوتر بتقول اي بي روت، ماشي، 4 اصفار، ماشي، واربع اصفار تانيين للسبنت ماسك، تمام، وبعد كده تحط الاكزيت انترفيس اللي هي اي واحد، او لو انت عايز تعمله بالنكست هوب هيبقى اي بي روت 4 اصفار، 4 اصفار، وتحط النكست هوب بتاعتك. طيب تعالى كده نشوف ان نفس الاكزامبل بتاع السلايد اللي فاتت. لو انت عندك لابتوب في الشبكه اللي هي 10.0.0/24، عايز يبعت حاجه للفيسبوك، فيبعت على ديستنيشن اي بي 55.1.1.1، ده هو الاي بي بتاع الفيسبوك. الراوتر ده هيعمل ايه؟ هيبص في الراوتنج تيبل، هل هيلاقي اي حاجه ليها علاقه بتبتدي ب 55؟ لا، يعني عنده هنا ده كونكتد 10.0.0./24، بعد كده الكونكتد التانية اللي هي 1.1.1/30، ما عندوش اي انتري ل 55. ساعتها هيعمل ايه؟ هيبعت الترافيك ده من خلال الديفولت روت. فالديفولت روت عنده بيقول له 4 اصفار سلاش صفر من خلال الانترفيس اللي هي E1، فساعتها هيطلع الترافيك على E1. فباختصار ايه فكرة الديفولت روت؟ ان انت لو جالك كراوتر ديستنيشن اي بي وما عندكش اي ماتش ليه
في الراوتنج تيبل هتطلع الديستنيشن اي بي دوت او الترافيك دوت على الديفولت روت اللي عندك. طيب في 3 حاجات مهمين جدا محتاج ان انت تعرفهم عشان تفهم الراوتر ازاي بيفكر وبيحسب حسبته عشان يبني الراوتنج تيبل لما يكون عنده اكتر من طريق. اول حاجه اسمها الادمن ديستانس. ايه الادمن ديستانس دي؟ الادمن ديستانس دي لو انت متعلم طريق باكتر من بروتوكول، الادمن ديستانس ده بيفضل بروتوكولز عن بروتوكولز معينه عن بروتوكولز ثانيه، خلينا نقول كده. طب ايه البروتوكولز اللي احنا عرفناها؟ احنا عرفنا الاستاتيك في السلايد اللي فاتت، تمام. والاستاتيك ده يا اما بيبقى الادمن ديستانس بتاعه يا صفر يا واحد. فاكرين لما قلت لكم ان انت لما بتيجي تعرف على الراوتر ده تقول له عشان توصل لشبكه 20 بتعرف الكلام ده استاتيكلي بكوماند اللي هو اي بي روت، وبعد كده بتروح قايل 20 صفر 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 وبعد كده تحط السبنت ماسك، وعندك حل بحاجه من اتنين، يا بتحط كونت الاكزيت انترفيس اللي هي E1، تمام، او بتقول النكست هوب اللي هو الاي بي اللي على الراوتر اللي انت هتروح له، تمام، يا اما النكست هوب. طيب لو انت عملت كونفيجريشن للستاتيك راوت وحطيت الاكزيت انترفيس، الادمن ديستانس هيبقى صفر. لو حطيت النكست هوب هيبقى الادمن ديستانس بواحد. طيب في بروتوكولز تانية غير الطريقه الاستاتيك اللي احنا قلناها، زي الاو اس بي اف، ودي هنعرفها قدام، او الاي بي جي بي والاي بي جي بي. الادمن ديستانس بتاعت الاو اس بي اف 110، الادمن ديستانس بتاعت الاي بي جي بي 200، الادمن ديستانس بتاعت الاي بي جي بي 20. طيب تعال نبص على الاكزامبل ده كده عشان نفهم يعني ايه ادمن ديستانس. لو عندنا راوتر واحد الراوتنج تيبل بتاعه هو ده، عنده شبكة 20 عشان يوصل لها بيوصل لها بطريقتين، بطريقة من خلال الانترفيس اللي هي E1 بطريقة ستاتيك، وبطريقة بالاو اس بي اف، تمام، من خلال الاي 2. يعني من اخر عنده طريق من الناحية دي ستاتيك وعنده طريق الناحية دي بالاو اس بي اف. هو يختار انهي طريق؟ لو عنده طريقين بالمنظر ده هيختار الطريق اللي عنده ادمن ديستانس اقل، تمام. طب الاستاتيك احنا قلنا يا صفر يا واحد، ماشي، والاوس بي اف قلنا 110، انهي اقل؟ الاستاتيك. فساعتها هيكنسل الاوس بي اف تماما وياخد الطريق الاستاتيك. معنى كده ان لو جاله ديستنيشن اي بي لشبكه مثلا ديستنيشن اي بي 20 0 0 0 5، تمام، هيجي يبص في الراوتنج تيبل هيطلعه على الطريق الاستاتيك، تمام، اللي هو بادمن ديستانس اقل. والاوس بي اف ده اصلا الطريق ده اصلا مش هيحطه في الراوتنج تيبل الا لو الطريق ده اتشال. يعني لو الطريق ده اتشال، الانترفيس دي وقعت، اللينك ده وقع، ساعتها هيحط الاوس بي اف في الراوتنج تيبل. ده كده باختصار يعني ايه ادمن ديستانس. الادمن ديستانس هو طريقه ان انت لو عندك اكتر من طريق براوتنج بروتوكولز مختلفه، وحط تحت راوتنج بروتوكولز دي اكتر من خط، لو اكتر من راوتنج بروتوكول واكتر من طريق، ساعتها بتختار البروتوكول اللي الادمن ديستانس بتاعته اقل. تاني حاجه عندنا هي المترك. احنا عرفنا الادمن ديستانس لو اكتر من بروتوكول. المترك لو عندك طريقين بس بنفس البروتوكول، ماشي. يعني ايه؟ يعني مثلا الراوتر ده راوتر واحد عنده طريق الناحيه دي بالاوس بي اف، تمام، وطريق الناحيه دي بالاوس بي اف برضه، تمام. هيختار انهي طريق اللي المترك بتاعه اقل. المترك ده هو دي المفروض تبقى 60، خلينا نكتبها 60. المترك ده هو المشقة اللي الراوتر هتكلفه عشان يوصل للطريق ده. خلي بالك انا هنا حاطط راوترين، بس ممكن مثلا يكون في راوتر تاني هنا قبل ما يوصلنا الراوتر 2، تمام. يعني خلينا نقول ان السكه بالمنظر ده، راوتر واحد بيوصل لراوتر 3، راوتر 3 بيوصل لراوتر 4، وراوتر 4 بيوصلنا راوتر 2. ده كده من الانترفيس اللي هي E2. وفي طريق تاني من E1 بيوصلك على راوتر 2 على طول. بالمنطق كده زي ما انت شايف المشقه الناحيه دي هتبقى اقل من المشقه الناحيه دي، الطريق ده شكله اطول، ماشي. والمشقه دي بتتحسب بطرق كتير جدا منها الباندويتس. يعني ممكن مثلا الباندويتس، عدد الهوبس، حسب بقى كل بروتوكول بيبقى ليه طريقه بيحسب بيها المترك، ودي هنشوفها واحنا بنتعرف على البروتوكولز، تمام. فهي المشقه اللي هتوصلك للشبكه، تمام. فخلينا نقول مثلا ان في الحاله زي دي زي ما قلنا عندك طريقين، اي من خلال اي واحد بمشقه 50، والطريق التاني برضو بالاوس بي اف من خلال اي 2 بمشقه 60. اللي المشقه بتاعته اقل اللور كوست is a better path.
within the same protocol. خلي بالك ان ده لازم يكون بتقارن ما بين طريقين بنفس البروتوكول، فساعتها الطريق ده هيتشال وهيبقى هو ده الطريق اللي احنا هناخده. لما الطريق ده يقع ساعتها هنستخدم الطريق دوت. نشوف كده لما الراوتر بيختار احسن طريق بيعمل ايه. البيست باس سيلكشن، اول حاجه بيبص على اللونجست بيت ماتش اللي احنا هنشرحها دلوقتي. لو ماتشيت في اللونجست بيت ماتش يبقى ساعتها هيبقى ده احسن طريق. لو الاثنين نفس البيت ماتش ساعتها الادمن ديستانس. تمام، بيبص على الادمن ديستانس لو عندنا قلنا اكتر من بروتوكول. لو نفس البروتوكول فساعتها هيبقى نفس الادمن ديستانس، ساعتها في نفس البروتوكول يبقى الليست متريك هو اللي هيبقى احسن بوث. ده كده طريقه اختيار احسن طريقه في الراوتنج تيبل. الراوتر بيمشي بالبروسيس دي بالظبط، بيشوف اللونجست بيت ماتش. يعني ايه برضو اللونجست بيت ماتش وهنشرحها دلوقتي؟ يعني لو عندي سبنت سلاش 26 وسبنت سلاش 24، لو انا بماتش في ال 26 هيبقى احسن اللونجست بيت ماتش. انا طول ما السبنت ديت اكبر او السبنت ماسك كرقم اكبر يبقى ده احسن. ماشي، لو الاثنين سلاش 24 يبقى ساعتها هنزل للي بعده الادمن ديستانس، اشوف انا عارف الطريق ده باكتر من بروتوكول ولا بروتوكول واحد. زي ما قلنا لو ستاتيك واوس بي اف يبقى ساعتها هختار الستاتيك عشان الادمن ديستانس بتاعه اقل. لو الاثنين اوس بي اف يبقى ساعتها هنزل للمترك، اشوف بقى هو الطريقين اوس بي اف بس في واحد 50 وواحد 60، ساعتها هختار اللي اقل مترك. ده كده طريقه اختيار الطريق الافضل في الراوتنج تيبل. طب تعالوا نشوف يعني ايه اللونجست بيت ماتش اللي انا شرحتها بسرعه هنا. الراوتر ده ماشي جاي له ديستنيشن اي بي، ماشي ترافيك، كان عنده في لابتوب هنا بعت ترافيك لديستنيشن اي بي ماشي 20.0.0.5 ماشي، فجاله كده 20.0.0.5. هيعمل ايه؟ هينزل يبص في الراوتنج تيبل. لقى ايه في الراوتنج تيبل عنده؟ لان انا عندي في الراوتنج تيبل انا عارف طريق ستاتيك من فوق 20.0.0.24 تمام، وعارف طريق تاني بالاو اس بي اف ماشي 20.0.0/26 ماشي. اختار انهي طريق؟ ما ال 20.0.0.5 لو خدت بالك هي بتماتش في السبنت ديت وبتماتش في السبنت ديت. هختار السبنت الاصغر، فممكن يعني ممكن تفكر فيها اختار السبنت ماسك اللي هو اكبر اللي هو في الاخر 26 هيبقى احسن من 24 و27 هيبقى احسن من 26، فاختار السبنت ماسك اللي هي اكبر اللي هي تديني في الاخر نتورك ادرس اصغر. تمام، ففي الحاله بتاعتنا دي لو ال 20.0.0.5 عمل ايه؟ هتعمل ماتش في ال 20.0.0.24 وال 20.0.0.26 هتختار اللونجست بيت ماتش اللي هو السبنت ماسك الاكبر. فساعتها برغم ان انت لو خدت بالك هنا الاوس بي اف الادمن ديستانس بتاعه اكبر من الستاتيك الادمن ديستانس بتاعه افضل، بس ساعتها بنختار اللونجست بيت ماتش الاول. فهتمشي في الباث دوت ساعتها عشان توصل ل 20.0.0.5 هتتبعت من الطريق دوت.